سلام عليكم. زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام شيء مستحب، وهذا واضح من كتب الشيعة ومن كتب السنة. الشيعة عندهم رواية تقول: من أحب الأعمال إلى الله تعالى زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام. وعند أخواننا السنة رواية تقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا أمر بزيارة القبور، واحد من القبور قبر الإمام الحسين عليه السلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بالنتيجة زيارة قبر الإمام الحسين مستحب. الجماعة حللوا زيارة القبور بس حرموا السفر زيارة القبور. وعاد تفهم ما تفهم مشكلتك. ذولا منو؟ الوهابية. وعلى كل حال الجماعة يدعون عندهم دليل وما جايبين شيء من جيبهم. يعني ما في شك أن شد الرحل لزيارة قبور الصحابة أو قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالصحيح أنه لا يجوز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فقط هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شد الرحال كناية عن السفر، فإذا فرضنا الرواية صحيحة فأكو احتمالين للمعنى. الأول يقول: لا تسافرون المكان إلا ذن المساجد، والثاني يقول: لا تسافرون المسجد إلا ذن المساجد الثلاثة. والاحتمال الأول مستبعد، لأن النبي نفسه كان يسافر وماكو إشكال بالموضوع. والاحتمال الثاني يحكي عن السفر للمساجد، والرواية ما لها علاقة بسالفة زيارة القبور. وعلى كل حال الرواية ما بيها تحريم للسفر للمساجد. أشو خلصنا من هاي السالفة طلع عنا هذا بسالفة جديدة. المفاسد التي هي مترتبة على إقامة المآتم يوم عاشوراء كثيرة، ولعلنا لا نستطيع أن نتكلم عنها لا في هذه الحلقة ولا في غيرها من المفاسد كثيرة جدا. نأخذ ما تيسر. نأخذ اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ما تيسر منها. أولا نتحدث على أن هذا العمل في حد ذاته بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا الصحابة ولا أهل البيت. الأخ يقول بدعة، وهو النبي بنفسه صلى الله عليه وآله كان يبكي على الإمام الحسين عليه السلام بحياته، وبكى على ابنه إبراهيم بعد ما ماته، والنبي صلى الله عليه وآله بكى على والدته بعد وفاتها بسنوات. لحقتونا على البكي يضعفون الخاطر الله. في مال الله.